السلام عليكم، ازيكم جميعا. دول كوبايتين سكر من المج العادي بتاع الشاي اهو. المج الصغير، هو مش صغير قوي يعني، المج بتاع الشاي اهو. حطيت كوبايتين سكر وكوبايتين ميه بنفس الكوبايه، ودي معلقه عسل جلوكوز، وهنحط عصرة ليمون وهنحطه على النار من غير ما نقلب. لما يغلي وهنسيبه بعد ما يغلي 7 دقايق او من 7 ل10 دقايق يغلي حسب ما احنا عايزين الكثافة بتاعته، سواء اذا كان تقيل ولا خفيف. وهنعمل جلاش النهاردة، هحطه على النار وارجع لكم. وهنعمل جلاش بالكنافة، هحمر شوية كنافة صغيرين احطهم في الحشو، احطهم على النار وارجع لكم. ودول شوية كنافة صغيرين، هنحمرهم. انا هحمرهم على البوتاجاز. هنقعد نقلب. هو انا حاطه معلقه سمنه ومعلقه زيت. عايزه تحطيها سمنه بس حطيها، عايزه تحطيها زيت بس برضو حطيها، عشان نحمرها فيها. هنحمر وارجع لكم. اهي لما تبتدي تاخد لون هنهدي عشان ما تتلسعش، عشان يبقى كله لون واحد. اهي ابتدت تلون. هكمل وارجع لكم. وناخد بالنا عشان الطاسات الجرانيت دي تسخن قوي، فلما نلاقي الدنيا ابتدت تلون نرفعها من على النار ونقلب. هنكمل اللون اللي احنا عايزينه وارجع لكم. ده الشربات خلص اهو، سبته 10 دقايق. حط له فانيليا، انا بقى طالما استوى اقلب براحتي بقى. هو ما بيتقلبش لغايه ما يغلي ويدوب لوحده السكر عشان ما يسكرش. ودي الكنافه احط لها معلقه شربات بس كده او معلقتين. لان احنا ما حطيناش سكر، انا حطيت سمنه على زيت بس للتحمير عشان احمر الكنافه. ماشي. انا جهزنا الشربات والحشوه، وعندي جوز هند على سوداني على زبيب ضرباه في الكبه ومجهزاه ناعم عشان نحشي ونعمل اسرع جلاش في الدنيا. ودي لفه الجلاش. وده السوداني بالزبيب بمعلقتين سكر
انا حطيت الزبيب في الكبه زي ما قلت لكم مع السوداني. الزبيب ما اتفرمش كله كويس، اللي ما اتفرمش ده هشيله، هخلي المفروم بس. ده اسرع جلاش بالكنافه ممكن يتعمل. الكنافه طبعا بردت، هنحاول نفردها برضو. ناخد بالنا من لو بنعمل في الجرانيت، عشان الجرانيت يفضل سخن، نشيلها قبل ما تاخد اللون اللي احنا عايزينه، وفي نفس الوقت ناخد بالنا من السوا، لان الكنافة بتتلسع بسرعة. هنبتدي نوطي ونبتدي نظبط الدنيا. انا هحاول افردها بايدي. وهنلفها رول ضيق. نحاول نخلي الفتحة دي تحت عشان واحنا بنقطع ما تعملش مننا. هنجيب سكينة حامية ونقطعها السمك اللي احنا عايزينه. انا هقطع سمك صغير. لا احنا عايزين نشيل على طول. الصاج ده انا دهناه، هنقطع ونحط على طول في الصاج. بسم الله الرحمن الرحيم. هي للأسف عشان مش طازة اتركنت في التلاجة فبتتقطع. لا الجلاش ده كانش عايز، دي كانت عايزة تتقطع وتتعمل حاجة مقطعة.
احنا ناخد بالنا، عايزين نعمل جلاش يكون طازة قوي. اهو هخلص الباقي وارجع لكم. ودي كوبايه الا ربع سمنه على زيت هنسقي بيها كل حته في الجلاش والكنافه. هي الكنافه كده كده مستويه، لكن هو اهم حاجه عندنا الجلاش عشان يورق. وكده ده اسرع جلاش بالكنافه ومحشي سوداني وزبيب وجوز هند. هحطه يستوي وارجع لكم.